السلام عليكم يا جماعة. أنا والله ما مدرس بتاع تنمية بشرية، وما جاي أقول لك أنت لازم تكون قوي وما تستسلم. دون جيف اب زي ما بقولوا الجماعة. لا، أنا أقدر أقول لك حاجة واحدة. أنت تقدر تبقى زول، بمعنى إحنا بترجمتنا السودانية البسيطة دي، تقدر تبقى زول. لازم تكون عندك مال، والمال ده ما بيجي بأخو يا أخوك. تمام؟ المال ما صعب، لكن الصعب إحنا كيف نقدر نقنع نفسنا إننا نكون مال. ما تخاف. الخوف يكون منطقي، الخوف يكون الدراسة، ما يكون خوف ساي كده أهوج إنه أنا والله خايف أضيع القروش أو خايف إنه أنا أخسر حياتي. لا، أنت لازم يعني تجرب. بالمناسبة الفشل ذاته في حد ذاته نجاح، لأنه الفشل بيعلمك، الفشل بيديك درس إنه الحاجة دي ثاني أنت مستحيل إنك تعيدها بنفس صورتها دي. إذا معناتها شنو؟ معناتها الطريقة الفشلتك دي أنت عرفتها، إذا معناتها شنو؟ أخذت درس. إذا ده نجاح. دي عقبة ثاني أنت مستحيل تقف قدامك، هتتخطاها. عشان كده عمر الفشل ما كان عيب، عمر الفشل ما كان يعني فشل انه يسقطك. لا، انت اذا فشلت في المره الاولى وتاني خاومتها وقمت، صدقني المرحله اللي كنت فشلت فيها في المره الاولى هتتخطاها بكل سهوله. فده الفرق هنا بين انه الزول اللي داير يبقى زول والزول الخايف انه يفشل. فلازم تبادر، ابدا بنفسك ولو بالقليل. عيش تجربه مختلفه. يعني انت ما تكون قاعد في دائره الامان. دائره الامان دي بالمناسبه الناس ماشيه بتتطور، الحياه ماشيه مستمره ما بتجيف. فانت مجرد ما انك انت وقفتها، ففي 1000 نفر تاني او مليون نفر فاتوك، كانوا في مستواك او كانوا اقل منك وجا فاتوك. انت ليه تسمح لزول انه يفوتك؟ ابني مستقبلك، ابني حياتك بطموح ومن غير خوف، لكن ما الشجاعه الامياء انه خلاص انا ارمي وشي في اي حته وخلاص، او انا ابدا اي حاجه. لا لا، ابدا بحكمه، صدقني ربنا حيكفي معك.